هاد الكيكة صدقيني غتخليك عايشة في عالم الخيال شكلا ومذاقا. روعة روعة، كتجي هشيشة خفيفة كالقطن، والمذاق ما نقولش لك، المذاق مذاق الليمون والحامض. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا المراحل والمقادير وطريقة التحضير. وإلا وصلتوا حتى لهنا في الفيديو خليوا لي واحد اللايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وخليوا لي واحد التعليق كيف جاتكم الكيكه. ونبداو على بركه الله المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير بساطين بزاف بزاف وموجودين في اي دار، وتا الطريقه سهله. عندي 3 البيضات وجوج خميرات ونص من فئه 7 غرام. عندي السكر، بالنسبه للسكر ديروا على حسب الذوق ديالكم، الحلاوه اللي كتبغيو. انا السكر ما عنديش السكر حبيبات اللي هو سنيده، اكتفيتي بالسكر اللي كنستعملو في اتاي. وهنا المول دهنته بالزبده وخليته على جانب. نبداو على بركه الله. بالنسبه للبيض غادي نطربو كاي كيكه، عفوا كاي كيكه عاديه. 3 البيضات غادي نطربوهم مع السكر، ندوبو فيهم داك السكر مزيان مزيان. وكاس الحليب، كاس الحليب عبر العنبه. كنخلطوا الكل مزيان حتى ينسجموا لينا العناصر ويذوب لينا داك السكر مزيان. وكنزيدو نص كاس ديال الزيت. انا الزيت ما كنكثرهاش في اي كيكه عندي، دائما كندير نص كاس ديال الزيت ما كنكثرش. كنخلطوا المكونات مزيان ومن بعد كنضيفوا الدقيق تدريجيا. بالنسبه للدقيق انا غادي نوريكم شحال هزات ليا هاد الكيكه ديال الدقيق. تما عندي زلافه ديال دقيق الفرص وراني ديجا مغربلاه. هنا كنزيد الكميه شويه بشويه باش نشوف شحال خدات معايا. بالنسبه للدقيق كاين اللي كيتشرب دغيا، كاين اللي لا. انا هنايا تقريبا خدات معايا زلافه كامله، زلافه كبيره ديال الحريره، عمرتها بالدقيق. خدات لي هاد 3 البيضات، خداو لي هاد الكميه ديال الدقيق. هنايا كنوريكم راني ما صورتش معكم، عند بالي كنصور وانا ما كنصورش. مبشور الليمون ومبشور البرتقال، تقريبا معلقه كبيره عامره من مبشور الليمون ومعلقه كبيره عامره من مبشور البرتقال. هنايا زدت جوج خمارات ونص. صافي غادي نخلط الكل مزيان حتى تدخل لنا هذيك الخميره في الخليط. وكنزيدو من بعد الشوكولاط حبيبات، لي بيبيت دو شوكولا. غندير منهم النص والنص الاخر غادي نخليه للتزيين. من بعد غتشوفوا معايا كيفاش درت لهذاك داك الشوكولاط اللي بقى ليا كيفاش استعملته في التزيين. صافي هنا غادي نخوي الخليط ديالي في المول. بالنسبه للمول اي مول كتفضلوا نتوما، يمكن لكم تستعملوا في هذا الكيك. انا بالنسبه لهذا الكيك هذا الخليط قسمته على جوج، درت كيكه كبيره شويه وكيكه صغيره، حيت هذه الكيكه هذه كانت غتديها بنتي للمدرسه، كانت عندهم واحد الحفله وصايبتها ليها. غندخلهم للفران ساخن على درجه 180. بعد ما نحطوا الكيك في الفران كنقصوا العافيه تكون مهيله بزاف، تكون مهيله بحال غطفى. صافي هنا كتشوفوا معايا الكيك بعد ما خرجتها كتجي روعه هشيشه هشيشه. واش غنقول لكم، واحد المذاق واحد الريحه ديال الليمون والحامض ما نقولش لكم، عاطيه في الدار كامله. صافي بالنسبه للتزيين غناخذ داك الكريمه. بالنسبه للكريم باتيسير غنخليها لكم في اخر الفيديو. زينتها بكريم باتيسير. وخديت داك الشكلاط اللي بقى ليا حبيبات، دوبته درتو في ميكا بلاستيكه ودوبته فوق الماء. صافي وزينت به. بالنسبه هنايا للكريم باتيسير راني كنكتب لكم، الا لاحظتوا راني كنكتب لكم المقادير. عندي معلقه كبيره ديال كريم باتيسير، كاس كبير ديال الحليب، داك نص سيترو اللي خديت منه كاس الحليب درته في الكيك، بقى ليا منه في الكرتونه ديالو وهو اللي استعملت دابا. المهم نص سيترو الحليب زدت منه كاس الكيكه، واللي بقى درته في كريم باتيسير. ومعلقه كبيره ديال البودره والسكر على حسب الذوق. انا درت تقريبا معلقه كبيره عامره. ومبشور الليمون ضروري، مبشور البرتقال ضروري ديروا فيه مبشور البرتقال في كريم باتيسير باش كتحيد ديك الزفوره ديال الكريم باتيسير. صدقوني كتجي روعه روعه، احسن ما انكم تستعملوا كريم باتيسير عاديه.
صافي البوطه كتكون العافيه مجهده في الاول. فاش كنشوفوها بدات كتغلي وبدات كتعقد كنقصوا البوطه شي شويه وكنبقاو نحركوا، نستمروا في التحريك، ما نوقفوش نهائيا باش ما تلتصقش لينا الكريمه وتحرق في اسفل الطنجره. صافي هنا كتشوفوا معايا كيفاش زينتو، درت خطوط بداك الشكلاط. وغناخذ كيردون وغادي نبقى ندوز بحال الشكل ديال الميلفوي، بحال التزيين ديال الميلفوي. صافي هنايا صايبت الكيكات بجوج بيهم كما كتشوفوا. راه الطريقه سهله بسيطه بزاف وكيجي تزيين زوين وراقي. جربوها صدقوني، راه الا جربتوا هاد الكيكه هادي عمركم ما باقي تستغناو عليها. وبالنسبه للكريم باتيسير جربوها بطريقتي، ديروا فيها مبشور الليمون، يا اما مبشور الليمون يا اما مبشور البرتقال، بحال المهم نكهوها بهاد النكهات، ما تخليوهاش صامته هكاك، ما كتجيش زوينه صراحه. وصافي هنايا كنوريكم كيفاش جاتني الكيك. صدقوني راه كتجي غزاله ما شاء الله. نقول لكم مع السلامه.